خدعوك فقالوا إن شرب المية وسط الأكل بيعمل كرش. تصدقوا؟ تخيل بقى إن أنت عندك بني آدم بيضرب 10,000 سعرات حرارية من نشويات ودهون ومحمرات ومشمرات، ويجي يقول لك لا أنا ما أقدرش أشرب مية وسط الأكل أصل المية بتعمل كرش. الكرش ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ الكرش ده عبارة عن دهون جوه البطن، دهون حشويه جوه البطن. الدهون دي تراكمات وعك السنين اللي فاتت، ودي حاجه خطيره جدا، قنبله موقوته. هي دي بوابه الضغط والسكر والكوليسترول العالي، دي اللي بنسميه بنعمل حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم. فالدهون الحشويه او الكرش دي مشكله كبيره جدا، المفروض ما يبقاش ما نسكتش عنها ابدا. والميه بريئه تماما تماما من تكوين الكرش. فكره الميه وسط الاكل او بعد الاكل او قبل الاكل ده بيعتمد والله على احساسك انت وعلى شعورك انت. والله انا بشرب الميه وسط الاكل بتتعبني وتعمل لي انتفاخات وعسر هضم واحس اني تعبان، خلاص ما تشربش، اشربها بعد الاكل بساعتين مفيش مشكله خالص. لا انا عندي الدنيا تمام ومتعود اشرب ميه وسط الاكل، وبالعكس ده الميه بتساعدني وانا باكل ومش عارف ايه وبحب اشرب ميه وسط الاكل، مفيش مشكله خالص. مفيش ما يمنع نشرب ميه وسط الاكل او بعد الاكل. الموضوع كله مرتبط باحساسك انت وشعورك انت. تعبان ما تشربش، مش تعبان والدنيا لطيفه اشرب ميه، لكن الميه ما بتعملش كرش. وسؤال حلقة النهارده بقى، قولوا لي هل فعلا شرب المية وسط الأكل بيعمل كرش ولا لأ؟ سؤال سهل.